عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وتفاؤل، ودايما تفاءلوا بالخير تجدوه. النهاردة عندنا حكاية مفيدة جدا جدا، يلا نشوفها مع بعض. بس للأسف مش مصاب. يلا نقول له ألف سلامة ونعرف ايه اللي حصل له ونحكي مع بعض حكايتنا. مش عامل ايه؟ تعبان يا لولو جدا ومكسر ومفشفش، وزي ما يكون حد خبطني بوكسين في وشي، مش قادر لا ابص يمين ولا شمال. والله يا مش عارفة اقولك ألف سلامة ولا اقولك تستاهل. طب ايه اللي حصل؟ طيب ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ كنت قاعد برسم، اصلي بحب الرسم والتلوين جدا. قلت لما اقوم اجيب شوية فواكه اكلها، اصلي بحب الفاكهة جدا، لذيذة ومفيدة. وبعدين قشرت صباع الموز وأكلته، ورحت رامي القشر من البلكونة، وقشرت واحد كمان، وبرضه رميت القشرة من البلكونة. وبعد ما خلصت أكل بدأت أرسم، وكنت عايز ألون، لقيت الألوان كلها خلصانة، فقلت أنزل أجيب واحدة تانية. وفعلا نزلت، وأول ما خرجت في الشارع رحت متزحلق جامد جدا، ووقعت على الأرض وما قدرتش أقوم. والناس والجيران جريوا عليا وبصوا، ولقوا قشر موز مرمي على الأرض، وأنا متزحلق وواقع جامد، وشالوني بالراحة علشان جسمي كله كان مفشفش. يا دراعي، يا جسمي. يعني يا مش انت السبب في اللي حصل لك ده، وكان ممكن حد غيرك يبقى في الموقف ده ويصاب زيك بالظبط، سواء كان طفل صغير او راجل كبير او اي حد. انت غلطان يا مش واخدت عقابك، بس العقاب كان شديد قوي عليك. كان المفروض بعد ما خلصت اكل الموز ما ترميش القشر من البلكونة وترميه في سلة المهملات. انت ما تعرفش يا مش ان في حاجة اسمها إماطة الأذى عن الطريق؟ تعال احكي لك واحكي لأصدقائنا عن الموضوع ده. يلا بينا. إماطة الأذى عن الطريق تعني إزالة ما يؤذي المارة عن الطريق، وهي سنة مستحبة لا واجبة من حيث الأصل، ولكن قد تصير واجبة في بعض الأحوال. وإزالة ما يؤذي الناس في الطريق زي ممكن يكون زجاج مكسور مرمي على الأرض، أو قطعة كبيرة من الحجارة، أو قطع كبيرة من الأشجار مرمية في الطريق، فببعدها عن الطريق خالص. وممكن تكون حفرة كبيرة من الحفر أو بلاعة مفتوحة، وممكن حد لا قدر الله يقع فيها، فيا إما بغطيها أو بحط علامة كبيرة أو حائل يوضح إني موجود هنا حفرة أو بلاعة، لعدم سقوط أي شخص فيها لا قدر الله. وكمان ممكن يكون قشر فاكهة، وخاصة فاكهة الموز، لأن لا قدر الله أي شخص وهو ماشي ومش واخد باله وداس عليها بيتزحلق ويحصل له كسور زي ما حصل لمش بالظبط. وكمان رمي القمامة والقاذورات، ودي أشياء بتؤذي العين والصحة.
ودي كانت نبذة بسيطة على أنواع الأذى اللي ممكن يكون في الطريق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس. ووضح رسولنا الكريم إن من أسباب دخول الجنة إماطة الأذى عن الطريق، حيث قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ومن أسباب مغفرة الذنوب إماطة الأذى عن الطريق، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ووضح لنا رسولنا الكريم إن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، حيث قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ووضح لنا أيضا رسولنا الكريم إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، حيث قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي النهاية يا حبايبي لازم نحافظ على شوارعنا وعلى الطرق اللي بنمشي عليها كلنا، زي ما بنحافظ على بيوتنا إنها تكون نظيفة ومفيهاش أي نوع من أنواع الأذى يؤذينا جميعا ويؤذي غيرنا، ونعيش كلنا في سلام وأمان ومحبة، ودمتم سالمين. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة.